ريال مدريد داخله بخط دفاع ناري ناري، وخط دفاع الجديد تماما، جايبه 4 لعيبه في الدفاع، ودوت لو حصل يا جدعان اقسم بالله العظيم هتبقى كارثه على اوروبا. ليه؟ لان هي عندها اوريدي خط هجوم بيطلع نار من بقه، ويبقى عندها دفاع يعني بوابات كده مش هتعرف تعدي منها. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. وفي 3 انديه كده بالتحديد الا وهما ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول عاملين قلق كده كبير. بس قبل ما نعرف الاخبار والاشاعات اللي عماله تحوم حوالينهم، لو ما عملتش لايك وفولو اعمل لايك دلوقتي حالا، واعمل فولو او سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. ويلا بينا. اللي ريال مدريد عماله تعمله ده هو بالنسبه لي رعب شويه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ريال مدريد عندها خط هجوم نار على سطح. كمان بقى جابت مدرب جديد كده الا هو تشابي الونسو. وتشابي الونسو دوت قال لك بص انا هاخد صلاحيات بنت جنيه في الفرقه ديت عشان اعرف اشتغل فيها. حبه لعيبه اللي على دماغي، وبريز اللي كان قافل الخزنه على كارلو انشيلوتي قال له يا باشا شوف اعمل اللي انت عايزه وهات اللي على هواك. اول حاجه هو عملها هو طبعا جاب ارنولد، واحنا كلنا بنسبه 95% او بنسبه 99% عارفين ان ارنولد اولى صفقات ريال مدريد. على بقى في قلب الدفاع، وريال مدريد خلاص بتخلص فايز دين، ويا رب ما قلت اسمه صح، بس هو مدافع من بورنموث جامد فشخ. مش هيكتفي بالمدافع بس، لا ده هيجيب واحد كمان الا وهو صليبه. يعني انت متخيل عندك ارنولد وعندك دين وعندك صليبه؟ هي يا جدعان في هي ريال مدريد ناويه على ايه؟ ومن هنا بتبتدي نوايا ريال مدريد للسيطره مره اخرى على اوروبا. خدوا بالكم. طب هل هي اكتفت؟ طبعا لا، هنا عندها باك شمال عره العرر مندي، فصباح الفل. وكان البديل بتاعه جارس، قال لك احنا كمان لازم نجيب باك شمال. والباك الشمال اللي هم عمالين يفكروا فيه دلوقتي اللي هو الفارو كارير. ريال مدريد داخله بخط دفاع ناري ناري، وخط دفاع الجديد تماما، جايبه 4 لعيبه في الدفاع، ودوت لو حصل يا جدعان اقسم بالله العظيم هتبقى كارثه على اوروبا. لان هي عندها اوريدي خط هجوم بيطلع نار من بقه، ويبقى عندها دفاع يعني بوابات كده مش هتعرف تعدي منها. اما بالنسبه لخط النص، فهل هم هيجيبوا لاعب في خط النص؟ هو اللوجيك ان هم يجيبوا خاصه الارتكاز، ولكن حتى الان مفيش اشعه قويه الواحد يقدر يقول. ونسيب بقى ريال مدريد والدوري الاسباني ونخش بالتحديد على ليفربول. واول صفقه ليفربول عايز تعملها هي اكيد تعويضا للراجل الفشيخ اللي كان عندها. هو ما كانش فشيخ قوي، هو كان بيسيب مساحات كبيره قوي، ولكن من اللوجيك برضه ان دوت اللاعب الاساسي في الباك اليمين الا وهو ارنولد. فالبديل بتاعه مين؟ من لايبزيج تقريبا هتتعمل سوبر ماركت السنه دي، وعايزين يجيبوا الباك اليمين بتاعه الا وهو جيريمي فريمبونج. الراجل دوت بيعمل اسيستات، بس الراجل دوت نار في الهجوم. هو باك بيلعب في خط الدفاع، ولكن في الهجوم نار، بيعمل اسيستات وبيجيب اهداف رهيب. بالنسبه لي الصفقه ديت مش لقوه الفريق الا وهي لتعويض الخساره اللي حصلت في ليفربول. يعني ليفربول اما تجيب الصفقه دي وتبقى 100% خلاص الراجل دوت بقى موجود عند ليفربول، فهي كده احنا لسه ما عملناش اي حاجه، احنا يا دوبك بنعوض. لسه بقى هنبتدي ونشوف احنا بنقول عايزين مين، وهم عايزين مهاجم صريح الا هو مين؟ فيكتور جيجوريس. الراجل دوت بينافس على الحذاء الذهبي بتاع اوروبا، على الرغم ان هو بيلعب في البرتغال الهدف فيه ببوينت ونص، اما في الدوريات ال5 الكبرى الهدف بيبقى بنقطتين. هو دلوقتي داخل في مسابقه غير عادله تماما، ومع ذلك الراجل متصدر الترتيب. الراجل جايب 58 نقطه بين 38 هدف. والتاني اللي بينافسه هو الصراحه مش واحد بس، هم 2، محمد صلاح وكيليان امبابي. الراجل راس حربه من الطراز الرفيع، فاضل له بس ان هو يثبت الكلام دوت في الدوريات ال5 الكبرى. هتبقى صفقه في الجول لو ليفربول قدرت فعلا تحسب الصفقه دي، وهتبقى دي تاني صفقات بالنسبه لليفربول. تالت واحده وانا صممت خليتها تبقى الصفقه الاخيره، ان الراجل ده كده عليه قلق وعامل شقلبان كده وشقلباظات في اوروبا كلها، بالخصوص في المانيا وفي انجلترا. ليه؟ فيرتس يا جدعان، شويه يقول لك الراجل ده بقى خلاص في بايرن، وشويه يقول لك خلاص الراجل ده بقى في سيتي، وشويه يقول لك خلاص الراجل دوت في ليفربول. طبعا هتبقى اضافه قويه جدا 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 لخط هجوم ليفربول، اللي بالنسبه لي ما فيهوش غير محمد صلاح. محمد صلاح هو عمل كل حاجه في هجوم ليفربول السنه اللي فاتت، فيعني مش طبيعي ان محمد صلاح يكمل بنفس السيكونس. فانت محتاج راجل يساعد شويه في الهجوم مع محمد صلاح. وهنخش على السيتي وهنفضل مع نفس الشخص اللي هو فيرتز. السيتي عماله بص بتعمل اللي ما بيتعملش عشان تجيب الراجل دوت يلعب في ايه؟ في خط السيتي معاه. ومش دوت بس، السيتي برضه عايزه الرايندرز بتاع اي سي ميلان. يعني السيتي ناويه على ايه؟ ناويه على خلاص. السيتي قدرت فعلا تجيب الجزء اللعيبه دول، هيبقى السيتي السنه اللي جايه نار مرعبه. فعايز اعرف بالنسبه لكم ايه اقرب صفقه ممكن تتحسب في الوقت الحالي؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وبس، واخيرا وليس اخيرا كان معاكم زيكا، وسلام.